السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مروة أو مامة عدي. النهاردة هعمل لكم ريفيو عن ازاي اروح البنك وما اقعدش وقت طويل، وان انا يعني اكون حاجزة قبل ما اروح. ودي حاجة من الحاجات المهمة ممكن يكون بعضنا ما يعرفهاش، وتفاصيلها مهمة جدا. ويلا بينا نبدأ الفيديو. في البداية طبعا ان انا طبعا انتوا عارفين لما بنروح خدمة عملاء، سواء احنا بنعمل يعني بنروح البنك، سواء بنعمل يعني مثلا خدمة عملاء او بنختار اي حاجة في البنك، فاحنا بنقعد فترة طويلة جدا عقبال ما بندخل، وبالذات خدمة العملاء لان تقريبا كل عميل بياخد حوالي نص ساعة. وده بيبقى بصراحة وقت طويل يعني، ومهدر الوقت بالنسبة لنا يعني وكده، وبنقعدوا نستنوا يعني، بالذات في الايام اللي هي بتبقى زحمة زي يوم الاحد بالذات في الايام اللي هي بيكون فيها ضغط شهادات وكده. فاحنا طبعا بنقعد نستنى كتير وبنبقوا متضايقين، اغلبيتنا طبعا كنا بنبقى متضايقين، ولو عندنا طفل او عندنا حد مستنينا او عندنا مشوار، فده بيبقى صعب علينا يعني جدا. فانا اختصارا الوقت هقول لكم دلوقتي ازاي ان احنا نحجز ميعاد. اول حاجه انا بقى بدخل على بلاي ستور، تمام، او اللي هو بالعربي يعني المتجر اهو. وبعدين انا ببدا احمل الابليكيشن مثلا بتاع بنك مصر، بي ام مثلا، اللي هو بنك مصر اونلاين. تمام، هو اصلا الابليكيشن يعني اوريدي عندي. وبعدين لما يعني انا دلوقتي بعمل له ابديت. لما بحمل البرنامج بتاع بنك مصر بدخل على البرنامج نفسه وبحجز زيارة. طيب انا بحجز زيارة ازاي؟ بعمل بنك مصر، تمام. بدخل على الابليكيشن اهو زي ما انتم شايفين، تمام. و ببدأ ان انا اعمل حاجة اسمها زيارة للفرع اهو، هتبقى واضحة عندكم اهي زيارة الفرع. ومن زيارة الفرع بيبدأ يفتح لي اللوكيشن. طبعا بكون فاتحة لوكيشن من الموبايل اللي هو الموقع، يعني لو والدتك ست كبيرة او والدتك ست كبيرة يعني، وباباكي مثلا راجل كبير ورايح البنك وانتي مش عايزاه يستنى او ينتظر، بكتب رقم التليفون هنا، تمام. وبعدين بدوس متابعة، فبيبدأ ان هو يفتح لي كل الفروع بتاعة البنك طبعا اللي هي بتبقى قريبة مني. وليكن مثلا هعمل فرع العجمي، تمام. لما بدخل على الصفحة دي بيبدأ ان هو يقول لي نوع الخدمة، لو خدمة عملاء او تيلر كبار عملاء، تيلر العملاء ذو الهمم، تيلر مدفوعات الكترونية حكومية، حوالات الصراف، خدمة العملاء اصحاب الهمم، خدمة عملاء الشركات. بنشوف الحاجة اللي احنا هنعملها وبنختار وليكن خدمة عملاء، تمام. فبيبدأ يقول لي حضرتك عايزة تيجي يوم ايه، يعني اختار التاريخ اللي انا عايزاه. فمثلا وليكن انا هختار 29 يناير. لو في ايام هو طبعا البنك بيبقى اجازه بيبقى شايلها من الايام دي يعني. لو حضرتك خدت بالك او خدتي بالك اهو، يوم 9 فبراير وبعديه يوم 12 فبراير، ده عشان بيبقى اجازات في الغالب، هتبقى جمعه وسبت في يومين اجازه. بختار مثلا وليكن يوم 29، تمام. وبيبدأ يحدد لي، يقول لي الميعاد اللي انت عايزاه لغاية الساعة من أول الساعة 8 الصبح لغاية الساعة 14، يعني لغاية الساعة حوالي 2 أو 3 ل10. ببدأ ان هو اختار الوقت. خطوة اهو، ببدأ اختار الميعاد اللي هو المناسب ليا، وليكن اللي هو الساعة 10. وبعدين بدوس تأكيد زيارة. بيبدأ ان هو يطلع لي الرقم نفسه اللي هو R144، وبيقول لي ميعادك هو الساعة 10 على حسب اللي انا اخترته، يوم 29 يناير. او واحده واحده كده اقرا لكم رقم الانتظار الخاص بيك R144، فرع العجمي، خدمه عملاء 29 يناير 2023 الساعه 10 صباحا. طيب انا لما بروح البنك في الغالب بستنى في حدود ربع ساعه. لما بدخل البنك وحضرتك يعني او حضرتك بتيجي تحجزي، فبتقولوا له ان حجز مسبق، تمام. ده كلامي كان عن بنك مصر. أغلبية البنوك عاملة نفس الخدمة، تمام. أنا بصراحة بحس إن بنك مصر بنك مميز. لو استفدتي من الفيديو ده اعملي لايك وشير للفيديو، عشان أكتر عدد ممكن من الناس إن هم يستفادوا بدل ما يضيعوا وقت في الانتظار، تمام. وبليز لايك للفيديو وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان أعمل لكم فيديوهات وأفكار تانية مختلفة، وإن احنا نقدر إن احنا نفيد بعض أكتر. وميرسي لوقتكم، ويا ريت اكون فدتكم.